بقول لك ايه، مفيش حاجه اسمها بقى مستواك ضعيف جدا وانت مفيش فيك امل للتعلم ومفيش حد بيتعلم انجلش في السن ده. كل ده هبل. المشكله ان انت ماشي من غير توجيهات، مفيش رود ماب كده واضحه تقدر تقول انك في فتره معينه هتقدر تعدي المشكله اللي انت فيها عشان تتكلم انجلش. ليه اصلا لسه بتذاكر بعشوائيه وبتضيع وقتك؟ ليه كل مره بيحصل نفس السيناريو؟ تقرر انك هتتعلم انجلش، مره التانيه التالته تزهق، تمل، تنسى اللي انت ذاكرته، تقفل، تدخل تنام، او تقول خلاص انا ما فيش فيا امل ان اتكلم انجلش. مفيش حاجه اسمها كده. خلينا متفقين ان من غير بلان واضحه عمرك ما هتقدر تاخد خطوات سليمه وصحيحه. لازم يكون عندك بلان، لازم تبقى عارف انت بتعمل ايه، بتحفظ كلمات منين، الجرامر ده ماشي ازاي، محتاج منه ايه اللي ينفع اذاكره وايه اللي ما ينفعش اذاكره. لازم تبقى في توجيهات ماشي عليها. يا باشا عملت لك الكتاب ده انجلش بيسكس من الاول، او البيسكس A1 A2 المستوى A1، المستوى اللي لسه عايز يبدا يتعلم انجلش بالراحه خالص 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 من البدايه. ايه الفاليو او ايه القيمه اللي هتاخدها من الكتاب ده؟ خطه تاسيس واضحه من البدايه خالص، من الصفر تطلعك لحد مستوى A2. يعني عدينا A1 و A2، ده البدايات. الكتاب ده فيه فوكاب، كلمات، sentences، جمل، conversation، محادثات، جرامر، تأسيس بدروس جرامر من البدايات، في idioms، أمثال شعبية، في language notes. كتاب فيه كل حاجة لما تذاكرها تلاقي نفسك طلعت من مستوى البدايات. بس كده. ان شاء الله في الكتاب ده هحل لك مشكله التشتيت. يعني ما تبقاش رايح تحفظ كلمات من هنا وجمل من هنا وجرامر من هنا. ده فيه كل اللي انت عايزه في حته واحده، في مكان واحد. وان شاء الله لما تبدا دراسه في الكتاب ده تبدا تحس بالفرق من اول اسبوع، لان الكتاب منظم جدا جدا جدا، وان شاء الله هيساعدك كتير جدا في رحلتك انك تتعلم انجلش. كتاب انجلش بيسكس A1 A2 هو الابجريد اللي انت تستاهله عشان ما تضيعش الفرص اللي بتجيلك. تقدر تطلب الكتاب ده، سيب لي مسج او كومنت وانا هرد عليك بكل التفاصيل، او ادخل على الويب سايت بتاعي مصطفى عاطف english.com، هتلاقي كل اللي نفسك فيه. سلام.